النهارده بنصور Weaving the Future Season 2 The Designers Edition من TDS. وانا النهارده ليا الشرف ان انا قاعده مع حبيبه قلبي نيفين حلمي CEO of موبل الشرق. هاي نيفو. هاي حبيبتي، انا اللي ليا الشرف والله ان انا استضفتيني يعني. نيفين انا على فكره بحبك on a professional and a very personal level. يعني انا بصراحه اتشرفت قوي قوي ان انا اتعرفت عليكي، والله انتي دخلتي قلبي بلا حاجه يعني، وانا منبهره بعيلتك كلهم موجودين هنا معانا النهارده، عيلتك وعيله الله يرحمه الاستاذ احمد حلمي. ف I'm very proud of this family. I'm very proud of where you've taken the business to new heights. thank you all for coming. شكرا ان انتوا كلكم معانا النهارده، وثانك يو ان انتي معانا النهارده يا نيفين. ميرسي جدا على الكلام الجميل ده. same feeling والله، متبادل يعني. ويعني بجد I'm looking forward ان احنا نتكلم في مجالنا واوضح امور كتير برضه. انا وجودك معايا اصلا هو محوري قوي، عشان احنا في الصناعه مع بعض، ده حقيقي، حاسين ببعض قوي وبنكمل بعض. ده حقيقي، we are partners. من اكتر الحاجات اللي بسطتني ان احنا فاهمين بعض on a personal and a professional level، وعارفين نتواصل مع بعض بلغه احنا الاتنين ريحتنا. ده حقيقي. طيب خليني ابدا كده، عايزاكي يا نيفين بليز. انا عارفه ان موبل الشرق اسم كبير وكل بيت في مصر يعرفه تقريبا، اسم يعني انتي قلتي لي بقالكم 81 سنه، ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. احكي لنا شويه عن بدايتك مع البراند وازاي الرحله اتطورت على مدار السنين. اوكي، انا هبتدي اعرف بنفسي. انا نيفين حلمي، CEO موبل الشرق. اتخرجت من ساكريكير، فعندي فرنش باك جراوند، وبعدين اتخرجت جامعه امريكيه ميجر ايكونومكس، وكنت يعني looking forward ان انا ده family business و looking forward ان انا ابقى انتمي للاسره دي، ده فخر ليا. الحقيقه هو مصنع موبل الشرق ابتدى من 1944 زي ما قلتي، احنا بقالنا 81 سنه في السوق. ابتدى بجدي حلمي عبد الهادي واخوه زكي بورشه صغيره، عنده باشن رهيب لصناعه الكراسي من الخشب، والتطور جه واحدة واحدة، إن بقينا مصنع كبير معروف في الدول الأوروبية ودولة أفريقيا كلها من وجمهورية أكبر مصر العربية، المصنعين والمصدرين ما شاء الله. وأقدم مصنع كمان، إحنا سجل صناعي رقم 7. ويعني الحقيقة مر جدي بظروف كتيرة منها التأميم، لكن كان مصمم إن هو يبتدي من الصفر تاني. بعد ما كنا اسمنا مصنع كرسي هلال الشرق وأبلكاش إمبابة، كنا بنعمل الأبلكاش اللي هو الخامة وبنعمل المنتج برضه. وبعد ما تأممنا ابتدى تاني من أول جديد بورشة صغيرة، ووصل إن هو سمى المصنع موبل الشرق، اللي هو حاليا موجود في مدينة نصر، وفي المصنع بقى بالإنتاج، خطوط الإنتاج الكبيرة في مدينة بدر. فأنا فخورة إن أنا بنتمي للأسرة دي، وكان فيها إرادة إنه يبقى المصنع ده علامة. عشان كده كان بيطلع علينا إفيه ورا مصنع الكراسي. أيوة، وأنتوا عاملينها هنا في TDS كمان. بالظبط، عاملينها في TDS، بس إحنا واخدينها بحتة البوزيتيف. يعني الناس كانوا واخدينها زي الفريق بتاع ليفربول، إنه أي حد هيخسر هناخده ورا مصنع الكراسي. لا، إحنا واخدينها إن إحنا كنا علامة، وكان الناس شايفة إن إحنا حاجة بارزة جدا في المكان، وورانا الدنيا فضة، فإحنا كنا أكتر حاجة بارزة في المكان ده. حلوة قوي البوزيتيف ثوت واي مصنع الكراسي كان علامة في المنطقة كلها يعني الحقيقة. لا، وانا عايزة اقول كمان لكل الناس اللي بتتفرج، يعني انا رحت لك المصنع تقريبا اللي في مدينة نصر مرتين او 3 على ما اعتقد. انتوا بتمشوا في ميوزيم كراسي من اول كرسي اتعرف في مصر لحد كل المودرن كراسي اللي موجودة. يعني انا دخلت شفت كراسي اللي هو كرسي القهوة اللي كنا عارفينه ده، هو معمول في موبل الشرق. كل الكراسي اللي ذهننا اجدادنا كانوا بيستخدموها في حياتهم، whether في الكافيه او في المطعم او في الفندق او حتى في البيت. وانتوا كمان عاملين حاجه كده حلوه قوي في TDS، انا شفتها لما جيت لك، ان هم عاملين قصه حياه البني ادم من اول ما هو اتولد، اول كرسي بتاع بيبي قاعد عليه اكل عليه، لحد ما الشخص ده يروح يعني يبقى خلاص بقى في العزة الحلوه بتاعه. والمره، احنا في الاوقات الحلوه، في نجاح او في فشل او حتى ايفن الفرح والحزن يعني. فاحنا بنفرش كل الاماكن، وفعلا كل كرسي وراه حكايه في المكان اللي هو موجود فيه. دي حقيقة. طب انتي كنتي دايما عارفة يا نيفين ان انتي هتدخلي مجال التصميم او الصناعة بتاعة الاساس، ولا الموضوع جه يعني الوقت ونضج فيكي يعني؟ بصي، هو القدر يعني. انا خلي بالك، احنا المصنع ده في الروف مكان كبير قوي، كنا عاملينه بسفرة كبيرة، ان احنا عيلة الحمد لله كبيرة، فكان دايما تجمعنا هناك من وانا صغيرة. فمن وانا صغيرة بروح المصنع وبشوف والدي واقف في المكن، بشوف اخويا احمد حلمي واقف بنفسه بيشوفوا قطع
خشب وازاي بتتجمع وازاي بيطلع بيبقى كرسي. فدايما كان عندي الشغف اشوف ايه ده. طبعا وانا صغيره كان بالنسبه لي بتدلع، وفي موظفين موجودين كان بيلعبوني موجودين لغايه دلوقتي يعني. دي اسره يعني، ده بيتي التاني. بروح بتفرج على القماش ازاي بيتنجد، بتفرج على الحاجات دي، بالنسبه لي كان لعبه. طبعا مع تطور وكبرت لقيت ان انا لا ببص للموضوع بشكل ان هاو براود اي ام ان انا بطلع منتج بيتحط في مكان وبفتخر ان هو من مبل الشرق. فانا الحقيقه ما كنتش هتخيل ادخل المجال، ان حصلت ظروف خلتني انا لازم اقف جنب والدي واتولى القياده معاه عشان الاستمراريه على الباس والاجنده اللي كان احمد الله يرحمه سايبها لنا، وكان بيبص دايما للمستقبل. فالظروف حطتني في ده، وحسيت ان هو عارفه في الجينز بتاعتي لا انا اي كان دو ات. احمد ادانا قوه وادانا ازاي هو كان جاد فاذر اوف الصناعه دي، وازاي علم اجيال. ولقيت نفسي ان انا كنت بتعلم منه وانا ايفن رايحه جايه من المصنع من غير ما اكون بشتغل فيه. فالحقيقه ده اللي خلاني ان انا عندي الشغف ان انا اكمل المسيره يعني. بشوف كتير قوي يا نيفين من اللي انتي بتقوليه في قصة حياتي أنا، من رغم فرق السن ما بيننا، بس بحس إن كل حاجة أنتي مريتي بيها أنا حاساها on a personal level. و I think ده سبب إن إحنا أصلا صحاب، إن إحنا شايفين كتير قوي بيزنس مع بعض، نفس الكونسبت نفس التشالنجز اللي بتواجهنا. صح. إحنا الاتنين ستات في المجال ده، فحاسة إن إحنا وفي مسؤولية إنك تكملي الرسالة وتستمر وتتطوري كمان، لأنك مش هتقفي بس عند تطوري حتة معينة. فاميلي ليجاسي. ودي حاجة أنتي اتميزتي فيها قوي يا نيفين، إن أنتوا من رغم إن أنتوا بقالكوا 81 سنة في الماركت، أنتي برضو طورتي بس من غير ما تفقدي الأصالة بتاعة البراند. ده أساسي. بصي دايما في مقولة كده يعني زي ما أحمد الله يرحمه كان بيقول، تذاكري وانك تبقي فاهمه جوه قوي، وفاهمه تراثك، وفاهمه حضارتك، وفاهمه انت جايه منين، عشان انت جزء من العالم. فانت لو مش عارفه انت ايه وقيمتك ايه وتراثك ايه والخليط اللي موجود في الحضاره بتاعتنا، هتبصي ان بره ده حاجه اختراع. لا، انت عندك الاساس وبتطوري ده مع اللي بره. فانا عندي ميزه كمان اكتر من الناس اللي عايشه بره في دول اوروبيه، اقدر انافس واقدر ابقى موجوده في مكانه ممكن تكون احسن كمان. عندي سؤال انا كاتباه عندي هنا، بس والدتك اتكلمت معايا في الموضوع ده، وهو انتوا اي حد بيخش مكان، انا شخصيا لما بخش اي مكان ببقى عارفه ان الكرسي ده مبل الشرق. وهي طنط كانت لسه قايله لي ان انتوا لما كنتوا في المعرض الاخير الاسبوع اللي فات، قالت لي هي اتبسطت قوي لما لقت ان في حد داخل لكم المعرض من غير ما يشوف اسم اللوجو اللي فوق، قالوا هو انتوا مبل الشرق. انا شايفه ان ده كراسي مبل الشرق. ازاي عرفتوا توصلوا للمعادله دي؟ بصي المعادلة دي جاية من خبرة سنين، وجاية من يعني ايه حرفي يعرف يعمل كرسي، وقد ايه احنا بندقق في التفاصيل. لان خلي بالك الكرسي ده انت بتشوفيه كرسي هو 1 كومبوننت، لا هو داخله ممكن من 12 ل 25 كومبوننت، والتفاصيل فيه والتريك ان انت تبقي مختلفة، او تبقي انت عندك النو هاو اللي بيميزك. احنا بنعمل حاجات بقطعة واحدة من اول الظهر لغاية الرجل، ان يبقى فيه متانة واستمرارية وما يبقاش فيه فواصل، ده اللي بيميز مبل الشرق. انت قلتي لي ان انت عندك كرسي مميز قوي عندكم، كذا كرسي بكذا موديل كمان. لما الناس بتقلده انت تقدري تعرفي شكل التقليد ده. الحقيقه بيجي لي من العملاء بتوعنا كمان، يعني بيجي يقول لي لا انا عرفت. هو بصي حلو انك تبقي الاوريجينال، ما انت لوي فيتون ولا ديار، طب ما دول اوريجينال بس بيتقلدوا كتير. لكن الاوريجينال از اوريجينال. وانا بالعكس انا ببسط كله دلوقتي بقى يعمل كراسي، وفي الفرايتي وتصميمات متاحه للجميع. بس هي فكره انك تقعدي على كرسي وترتاحي وتلاقي الكرسي ده معمول بتقنيه معينه ومعمر معاكي. لان انا بيجي لي ناس يقول لي انا بقالي 30 سنه عندي كرسي، بس انت مميزه انك بتعملي الافتر سيل مينتنس، فانا ممكن اغير له اللون او اغير له قماش، بس الكرسي زي ما هو مفيش حاجه بتتكسر، مفيش حاجه بتبوظ. بغير قماش عشان زهقت من اللون، عشان عايزه اللوك الترندي which is انا برضو بواكب ده التطورات دي. ودي حلوه ان انت فدي بتبقى بالنسبه لي شهاده واونر، لان حد يجي يقول لي انا بقالي 30 سنه عندي كرسي زي ما هو ما حصلوش حاجه. وعلى فكره اعتقد يعني ان احنا برضو very similar في الحته دي، ان انا كمان الحمد لله بيجي لنا كومنتس كتيره قوي من عملاء بيقولوا لنا برضو انتوا قماشكم بقاله معانا 25 سنه، انا بغيره بس عشان انا زهقت من اللون، من الموتيفه، من كذا. لكن الحمد لله احنا الاثنين اشتغلنا على الحته دي، ان انا بدي للعميل حاجه ديورابل قوي، وفي نفس الوقت كل سنه بقدم له كل ما هو مواكب مع الموضه العالميه، وده اللي بيخلينا مستمرين. دي حقيقة. انك بتتطوري مش واقفه في مكانك يعني. دي حقيقه. طب
ايه حكايات او تفاصيل اللي ورا الحرفيه بتاعه التصنيع الاخشاب والموبيليا في الحرفيه المصريه في الاساس، وتتمني الناس تعرفها اكتر؟ ايه الهيدن جيمز اللي عندكم في بصي، انا لو المجال؟ بتكلم في سكيل طبعا مشروعات كبيره، احنا مبل الشرق طبعا ماس برودكشن. عندي ان انا لما بيجي لي حد بتصميم ان انا اعمل عينه الاول. العينه دي عارفه زي الدكاتره كونسولتو بيبقى موجود منها الحرفي اللي اتعلم من والده، وعندنا اسطوات كان معانا من زمن علموا ولادهم، وعندنا عيله يعني انت الاسطى ده بيورث لغايه لما بيبقى ابنه واقف معانا. فالحرفي بيبقى ليه دور. بلس عندنا تكنيكال اوفيس بيبقى واقف يشوف الديزاين. انا ممكن بصنع لناس مصممين كبار بره من لندن او فرنسا او حتى ايطاليا، وبصمم لناس مصريين برضو معروفين جدا في السوق. فكره ان انا اعمل فانكشناليتي للتصميم، يعني انا بصنع بس انا بقعد اقترح عليه خلي بالك عشان ده الديورابيلتي تبقى كذا، او تبقى الفانكشن القاعده ممكن يبقى شكل حلو قوي تقعدي عليه مش عارفه تقعدي، حاسه انك هتقعي او انت مش مرتاحه. انت برضو فانا لازم اعمل الايكويجن دي ان انا لا هعمل لك التصميم بتوعيه، بتديله التوعيه، بس لا خلي بالك لو عملتها بالانجل ده هيبقى احسن. خلي بالك هو ده السر اللي عندنا بقى، انك بتحطي بروبورشنز ودايمنشنز، وازاي تريحي الركبه وازاي تفرديها وازاي تتنيها وازاي الظهر. لا الموضوع دراسه. فانا مش بعمل تصميم او بعمل كرسي للكرسي، لا انا بعمل حاجه هتقعد فيها تقنيه فيها دقه في التفاصيل تقدر تعيش. بالمناسبة برضو محتاجة أقول للناس اللي أنا شفته بعيني و I witnessed myself، ودي حاجة أعتقد إن الناس كلها تبقى عايزة تعرفها. نيفين عندهم في المصنع جايبين مكنة، كان نفسي أجيبها هنا بس صعب. يا ريت تجيبوها هنا. صعب. كرسي قاعد يتهز لورا والقدام ومحطوط عليه كده حاجة 500 كيلو 500 حديد. كيلو حديد، والكرسي ما بيتكسرش. يعني الكرسي قاعد رايح راجع. احنا المصنع الوحيد اللي في جمهورية مصر العربية اللي عنده المكنة دي. احنا كان بيتقاس من الحاجات زي ما بتقولي لي ايه التميز، الكرسي بيتقاس بطريقة ان انت بتحاولي تفكي الظهر من القعدة. فبنحط ال 500 كيلو ده على القعدة وبيتهز بطريقة معينة عشان نضمن اللي بيرجع لورا بالكرسي او اللي بيحركه عمره ما هيتكسر. لا وعايزه اقول لك برضو يا نيفين ان انتوا الاكسبيرينس بتاعت ان حد يروح لكم المصنع ان اتسلف ملهمه. يعني كفايه الكرسي اللي انتوا عاملينه كله مسامير اللي انا قعدت عليه ده. ما هو ده ازاي بنقيس التراست بقى بتاعت العملاء. أيوة. ان يتعمل كرسي بمسامير في كل يعني الكرسي عليه مثلا كام مسمار؟ 1000 مسمار كتير بس كل مسمار مدقوق فيه بهايت واحد ان لو اي حد قعد عليه ما يتعورش. يعني معمول بسيفتي وتراست مش طبيعي. ده قاعد عليه شخصيات كتيره بره وجوه قعدوا بصي تو تراست مي يو هاف تو، فخلاص يعني بقى كله معروف الكرسي ده. يعني كل الكلاينتس بتاعتكم اكيد بتابريشيت، واكيد ان هم بيعتمدوا على اسم البراند. خلاص انا بشتري من موبل الشرق ومش محتاج ان حد يطمني. في ثقه، في ثقه اتبنت على مدار سنين، والثقه مستمره كمان. ده حقيقي، ده حقيقي، وسمعه طيبه الحقيقه. طب انا عايز اسالك برضو، انت ازاي بتقدري تنافسي المنتجات المستورده؟ ايه اللي بيدي الاساس المصري ميزه تنافسيه حقيقيه؟ بصي احنا من اول ما جدي حلمي عبد الهادي ابتدى في الشغلانه دي كان عندنا تصدير عالي جدا لدرجه ان كان هيجي ان احنا نختفي شويه من السوق المحلي. لكن هو الحقيقه وقف وكان ليه وجهه نظر، هو كان شخصيه يعني جباره، وحقيقه انه عصامي وابتدى من الصفر انه يبقى حد معروف بره كمان في المانيا وايطاليا. لما كان بيروح يشتري مكن او كده ازاي كان راجل معروف، كان بيفكر ان دلوقتي انا هنافس بره. انا باخد منهم، انا خلي بالك بذاكر وباخد منهم وبطوره بالطريقه بتاعتي. فلما بروح اخد افكار كراسي او اخد افكار النو هاو وباجي بنفذها وبيبقى في خليط بين هنا وهنا، لا بنافس صدقيني، وخاماتنا اعلى جوده وسعري ممتاز جدا لبره. فانا حقيقه بصدر للسعوديه، يعني برج الساعه ده كله منتجاتي موجوده. وقد ايه الناس لما بتكلمني بتروح الحج او العمره تقولي قاعدين ونلاقي التيكت مبل الشرق فخورين ان يبقى الكراسي القاعدين في صناعه مصريه. وبعدين لما اكون برضو في كندا وامريكا وبلجيكا وفرنسا، عندي وكلاء في كل حته، كل الديزاينرز في لندن كمان. انا عملت برضو في استوريا الاوتيل اللي في مصر الجديده كلها مع مكاتب ديزاينرز في لندن، ونفذت لهم كل التصميمات بتاعتهم. اكيد انا بنافس واعلى جوده، وانه بيلجأوا لنا يبقى احنا فينا حاجه سبيشال. وده واضح. انا على فكره نيفين لما عملت الهوم ورك بتاعي قبل ما اتعرف عليكم
انا كنت رحت مكتب الجمارك وهيئات التصدير وسالتهم مين اكبر مصدرين اساس عشان نشتغل معاهم. احنا برضو كشركه همنا ان احنا نصدر، وهمنا ان احنا نتعامل مع اسامي كبيره عشان لما نيجي نصدر whether هنصدر موبيليا حتى يبقى معانا ارمز قويه. احنا في الاول وفي الاخر احنا ارا ماتيريال بتوع الموبيليا، فكان هاممني قوي ان احنا نعمل كولابوريشن مع مصنعين الموبيليا، وما كنتش عايز اشتغل مع اي حد. فلما عملت الهوم ورك بتاعي ورحت سالت مكتب الجمارك وهيئه التصدير وكل الحاجات دي، قالوا لي موبل الشرق نمبر 1. فانا جايه لك بيس على دراسه معينه، عملت الهوم ورك بتاعي ذاكرتي كويس. ذاكرت وعشان كنت عارفه ان اكيد طالما الشركه دي بتصدر يبقى الشركه دي من اعلى الجودات اللي انا ممكن اتعامل معاها في مصر. الحقيقه لا، دي من الاهداف الاساسيه ان انا لازم خاماتي والجوده تبقى على اعلى مستوى سواء جوه مصر او بره مصر. طيب ازاي لما نيجي بقى ندخل على الخامات، ازاي بتختاري الاقمشه اللي بتستخدميها في الكولكشنز بتاعتكم؟ بتركزي على ترندز ولا الوان ولا خامات موسميه، ولا بتميلي اكتر للحاجات الكلاسيكيه والتايمليس؟ الحقيقه كل اللي انت بتقوليه ده انا بركز فيه، لان انا دايما بمشي ورا العميل واحتياجاته والمكان. يعني البيت لو انا هختار له قماشه او الوان، احنا عندنا براند كراسي هوم فرنتشر، غير لما هتروحي بتفرشي مطعم او كافيه او اوتيل. وخلي بالك ان القماش ده بتعاوننا مع بعض، هو ده الفينيشنج. لو انت خلصتيه غلط انت بوظتي كل حاجه، بوظتي الكرسي غالبا هو اللي بيبيع الكرسي. يعني ده الحاجه اللي بتجذب، واللون والخامه هي دي اللي بتخلي التصميم في المكان الصح. فانا لا يوم ما بختار لازم طبعا ابقى ترندي جدا، اشوف ايه احدث الوان، وده بقى ايزي قوي انفتاح اللي فيه المجتمع، انك تعرفي ايه بالجوجل ايه الترند بتاع 2025. بالنسبه للمكان هو ده اللي انا لازم بركز فيه. انا هحط القماش فين؟ لو انا هروح لبيت فحاجات قطنيه كتان، لو انا هروح لمطعم او حاجه كده حاجات ديورابل ومعالجه، حاجه مثلا بروح لجلد صناعي يقدر يتمسح يتنظف بسرعه. اوتيلات بيبقى فيه ستاندرز، لما بتعامل مع هيلتون او سميراميس او براندز 5 ستارز ل 7 ستارز لازم بتروحي بالمعايير بتاعته. فبيبقى فيه قماشه فاير ريتاردنت، فيه ووتر اند سبين اند ستين ريبيلنت، وده حاجات ما ينفعش اتغاضى عنها يعني. وده بيريحنا احنا كمان في الشغل، ان احنا نبقى بنشتغل مع بارتنرز فاهمين ومقدرين لده. وانتوا بتوفروا لنا ده على فكره. ما هو ده التطور اللي بيبقى موجود، ان انا لا انا مش لازم تجيب قماش من بره، لا انا عندي الفاير ريتاردنت وعندي انتي سكراتش وعندي كل الحاجات دي، وبتصنعوا لنا الحاجات دي. فده بيفرق معانا قوي مع العميل. انا بيفرق قوي قوي معايا ان انا ابيع لعميل فاهم. واحنا بصراحه مع التعامل معاكم خلال السنتين اللي فاتوا لاحظنا قد ايه ان انتوا ناس واعيه بالتطورات، مش بتاعت صناعتكم بس لكن بصناعتنا احنا كمان. وده ريحنا قوي في الشغل، عشان احنا الاثنين بنصدر بجوده معينه، بنتعامل مع فنادق بستاندرز معينه. I'm not here for a hit and run. ولقينا نفس السايكولوجي دي او نفس الايديولوجي عندكم دي كمان، واعتقد عشان كده احنا توفقنا مع بعض. لا احنا مكملين لبعض في الصناعه ده اكيد يعني. الحمد لله. من خبرتك بقى، هل شايفه ان الاقمشه المصنعه في مصر عندها فرصه حقيقيه تنافس عالميا من ناحيه الجوده والتجديد؟ الحقيقي ايوه، لا بتنافس. وبعدين بعرف الريفيو ده كمان من العملاء اللي بتعامل معاهم، زي ما بقول لك لو مصمم من بره او من مصر، لا الحقيقه في تطور هايل. لان احنا لما بنطلب منكم مثلا الاوتيل زي ما قلت يعني مش بستاندرز معينه بسبيكس معينه، لا بتقدروا توفروا ده، وخاماتكم هايله جدا. والحقيقه لا في تطور في صناعه القماش، يعني خصوصا بالتعامل مع شتا، لا في فرق كبير. والتصنيع كمان يعني الحلو ان انا ممكن عميل يقول لي لا انا مش عايزه الموجود في السوق، انا عايزه اصنع حاجه بسبيكس معينه، ده بقى موجود. فبقى يريح بدل ما تجي تستوردني من بره ويقعد شهور في جمارك، لا انا موجود وصناعه مصريه وفيري كومبيتيتيف لبره، وبنتعاون مع بعض وبنخلص الاوردر بشكل مرضي للعميل الحقيقه. الحمد لله. وعايزه اضيف برضو ان سبحان الله احنا من اكتر الناس اللي استفدنا من موضوع التعويم كمصريين عامة. ليه؟ ان احنا كمصنعين لما تيجي تقارني اسعار المنتج المصري بالمنتج المستورد، او حتى on an international level مع كل المنتجات اللي بره، حتى لما بشتغل فنادق بره مصر بلاقي ان سعري منافس جدا، وبلاقي ان جودتي
يعني مقاربه بنسبه كبيره جدا لكل الحاجات اللي الهوسبيتاليتي اندستري بالذات بتجيبها من ايطاليا والبرتغال وكل لا الليفلز دي. الكومبيتيشن لا احنا قد وانتوا المستوى كمان اكيد في مجالاتكم انتوا بتحسوا بنفس الحاجه. لا ده حقيقي، احنا فعلا لا في العالم كله في كومبيتيشن قويه، بس احنا قدها الحقيقه، وبنعمل بمستوى سواء كان قماش او كرسي، لا بنعمل بمستوى مشرف يعني. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. وجودك از ليدر في صناعه متعارف عليها ان هي ذكوريه حقيقي از صناعتنا احكي لنا يعني عن اصعب تحديات او لحظات فارقه اللي شكلت مشوارك as a female entrepreneur في يعني a male dominated industry. بصي بيبقوا الاول بيتخضوا بقى، لا واحده ست ويعني ملهاش قوي في الحته دي وهي بس واجهه، لا يعني بصي انا والدي علمني، هو اول ما ابتدى اشتغل وهو يمكن عنده 13 سنه مع جدي، وكان عامل يعني ابتدى من الصفر خالص، يعني قال له مش هتقعد على مكتب، لا انت هتبتدي تبقى عامل وتشوف وتتطور، وبيساعد الاسطى لغايه لما تبقى قاعد على مكتب، فهو جابها من تحت. انا ابتديت نفس الموضوع، العمال اتخضوا ان انا بدخل معاهم بعرف في المكن بالاول بنبتدي بقطع الخشب عامله ازاي، لما بتيجي في النقر واللسان، لما بتيجي بعد كده في الدهان والتنجيد والتجميع، كل الحاجات دي انا مريت بيها، فشافوا ان انا شكلا حد سوفيستيكيتد قوي، بس انا لا من تحت برضو اخدت كل تفاصيل الانتاج ايه، عشان لما اقعد على مكتب ابقى فاهمه لما بتكلم مع عميل او بتكلم مع حد يبقى عارف ان انا فاهمه السيكونس كلها مشيت ازاي. فدي بتفرق معاهم، لا انت مش بس شكل واحده زي، لا انت فاهمه المهنه كويس، وده اللي بيميز ان الستات لما بتخش الاندستري تبقى فاهمه هي بتعمل دارسه ومذاكره وعارفه كتير قوي، يعني من الرجاله نفسها هتبتدي خلاص بترفع لك القبعه اللي هو ثانك يو ان انت you're leading us towards a better future، وانك فاهمه قوي، يعني لازم تبقي فاهمه قوي مهنتك وحباها عشان تعملي حاجه كويسه. دي حقيقه اوافقك الراي 1,000,000%. طب وايه ممكن تقولي ان هي من اكبر التشالنجز بقى of يعني managing a family business؟ بصي هو التوافق، يعني الحقيقه ان في جاب طبعا بين الجنريشن القديمه والجديده، احنا الجيل الثالث والجيل الرابع جاي ان شاء الله، كله بيتخرج دلوقتي ان شاء الله. هتلاقي ان انت بتحطي فريم، الفريم ده اللي هو القديم بتاعك اللي انت بتبني عليه، يعني عمري ما هنسى قديمي واعرف وانسى خبرتي كل السنين دي، لازم باخد منها وممكن اطور بطريقه ليها سيستم، يعني ده اقول لهم هو سيستم بنمشي كلنا فيه، ممكن نطور هننجح في حاجات وهنفشل في حاجات وهنجرب ده ونشوف ده، بس لازم يبقى فيه تطور، لازم اسمع للجيل الجديد ولازم اشوف ايه ما هو مهما كبرتي ومهما اللي انا بقول 81 سنه، لا انا لسه بتعلم ولسه بشوف وبذاكر واشوف الدنيا بره عامله ايه، مش هعتمد على قديم بس، لا لازم التطور. فاسمع لفكره جديده، اسمع لخبره وخليه يجرب ويشوف معايا. ففكره التوافق في الاراء مهما بنختلف، ان انا ادي مجال اني اعمل كذا فكره واللي بينجح بكمل فيه، فده الحقيقه مخلينا احنا اسره متماسكه وشايفين المستقبل. وعلى فكره انا مش ببص تحت رجلي، انا ببص لسنتين 10 سنين انا عايزه اروح فين، عايزه ابقى ليدنج في ايه او الليدر في ايه في السوق. فده اللي بيميزنا ان احنا دايما الاوريجينال، ما بفكرش اقلد، لا انا عندي باس بمشي فيه وبذاكر فيه وبتعب عشان اوصل لحاجه مميزه. واعتقد برضو ان ده ميزه اكتسبناها از ناس في السكند والثيرد جنريشن، ان احنا نبقى قابلين للاراء وعندنا الاستعداد ان احنا نسمع وان احنا صح، ويبقى مرنين، يعني في فلكسبيليتي ودي حاجه انا بشوفها كتير في السكند والثيرد جنريشن. وعايزه اقول لك برضو يا نيفين ان في مقوله دايما بتضحكني بتقول لك ان السكند جنريشن بيطور، الثيرد جنريشن بيدمر. بس انت اديتينا عكس ده تماما، يعني انت قلتي يعني you denied this بمجهودك وبفكرك وبطريقتك. لا الحقيقه انا فخوره طبعا بنتمي لاسره مبل الشرق. بصي التاريخ الكبير ده بيديكي مسؤوليه رهيبه، يعني انت لازم تكملي ولازم تبقي قد ده. فالحقيقه لا يعني هو واجب عليا اكتر منها مهنه، او ان انا بس مجرد ابيع او اعمل درجه مبيعات عاليه، لا هي سمعه
وجوده لازم استمر فيها غصب عني، ما فيهاش اوبشن. صح. فلا الحقيقه ده مهمه صعبه، بس احنا قدها وقدود بالصبر والاصرار كده بتمشي حلو معاكي. الحمد لله في تطور معاكي. يعني. ده حقيقي يعني. طيب انا هختم باخر سؤال، وهو انت اشتغلتي مع مشا كتير من انواع مختلفه، من وجهه نظرك ازاي شركه زي شطا ممكن تدعم صناع الاساس في مصر بشكل اقوى، سواء في تطوير اقمشه تجمع ما بين الجمال والجوده والمتانه؟ ادينا شويه ادفايس كده. لا انا حقيقي مش عشان انا قاعده بس معاكي هنا، بس الحقيقه احنا عملنا مع بعض كذا حاجه ناجحه جدا، والاراء كانت فيري بوزيتيف. فارق معايا قوي المنتاليتي والمايند سيت، ان احنا متوافقين مع بعض، ان انا لما اجي هاخد قماش لبيت غير قماش لمكان تاني، وان ازاي الفهم بتاعك ماشي مع الفهم، ان انا في تطور وفي ترندز ماشيه. فكره انك فاهمه قوي ان انا لما اعمل كرسي مثلا، انا جه حد عايز ماس برودكشن لعينه معينه بعملها له، ان انت ازاي بتختاري قماشه لايقه مع التصميم فبتظهره بحاجه اتراكتيف، واللون اللي انت برضو بتشتغلي وبتذاكري وبتشوفي ايه الترند اللي ماشيه، فالتوافق ده هو اللي بيخلينا نطلع منتج مميز الحقيقه. وانك حتى انت معايا برضه لما بيجي عميل وباخد قماش منك، هو انا برجع اقول له تعالى، حتى الاضاءه بتفرق يعني. اخد طبعاً. القماش وبناخد منك مجموعه كبيره، بروح بالعميل في المكان اللي هو فيه، بشوف الديكور، بشوف اللوجو، بشوف هو السيم بتاع المكان، والاضاءه كمان، هل في المكان ده اضاءته متناسبه مع لون القماش. ففي عوامل كتيره قوي انتم مشجعيننا مع بعض بنفس الفهم، ان اخلي العميل في الاخر فيري ساتيسفايد كصناعه وتصميم وكمان القماش. والحمد لله ده جا من دراسات كتيره احنا عملناها، يعني وادارات R&D تيم عملناها عشان ندرس العميل بتاعي محتاج ايه، وهو عميل ريزيدنشال ولا عميل هوسبيتاليتي ولا عميل في مستشفيات ولا عميل في حاجه مثلا حكوميه. كل الحاجات دي بتخلينا ان احنا نفكر بشكل مختلف، ونعيد تدوير الغزول بتاعتنا بطريقه مختلفه، ان هي تخدم الكلاينت على حسب احتياجاته. صح. وانتوا بتعملوا كده برضو في شغلانتكم. ده حقيقي، عشان كده سو لاكي ان احنا لما بنعمل مع بعض شغل بجد بيبقى ناجح جدا. الحمد لله. لان فعلا هي المايند سيت، وان احنا انا وانتي برضو، وانا فخوره بيكي ان انتي بتذاكري وبتطلعي بره وبتشوفي وبتدرسي وعايزه تطوري. فديفنتلي بنتقابل في نقطه بتخلينا فيري سكسسفول، يعني بنعتبر ان احنا بارتنرز يعني. الحمد لله بارتنرز، يعني خلاص هنروح فرنسا مع بعض شهر هنروح واحد فرنسا الجاي مع بعض، والمعارض اكيد. اكيد. لا والمعارض وكل حاجه. لا حقيقي صدقيني ده بتبقى سكسسفul ستوريز بينا، هتبقى مستمره وويلنج لاكتر طبعا اكيد. ان شاء الله ان شاء الله. نيفين I want to thank you for your time. انتي شرفتي البودكاست وشرفتينا في البوث بتاعنا في TDS، وبجد I really love you on a personal level والله. انتي شخصية جميلة ومن الناس المحترمة قوي قوي اللي عدت في حياتي، وعيلتك ما شاء الله بجد يعني ربنا يحفظهم لك كلهم، والعيال كلهم يعني، وطنط الجميلة اللي قاعدة معانا. ميرسي يا حبيبتي، بجد بجد ميرسي قوي انك اديتيني فرصة ان انا اتكلم معاكي، والحب متبادل يعني. I'm so lucky يعني ان انا جيت هنا وسجلت معاكي يعني. It's my luck and it's ميرسي my يا honor حبيبتي والله قوي. يعني. Thank you so much. Thank ميرسي. you.